الشاعر عبد المحسن الرشيد البدر العنزي أحد أعظم شعراء الكويت والعربية قاطبة في القرن العشرين، ولكنه مع الأسف لم يأخذ الضوء الإعلامي الذي يليق بشاعريته. تكلم عنه الدكتور والناقد والشاعر العذب دكتور خليفة القيان في كتابه العظيم القضية العربية في الشعر الكويتي، وأشار إلى عظم شاعريته وأنه ينافس فهد العسكري في عمق الفكرة. أفضل من تكلم عنه هو نفسه في لقاء له مع الشاعر العراقي أحمد مطر في عام 1981 في جريدة القبس، فذكر دوره في إنشاء رابطة الأدباء، وأبدأ آراء نقدية في شعر فهد العسكر، وأن فهد العسكر أخذ أكثر مما يستحق من الإعلام، وأن صقر شبيب أكثر شاعرية من فهد، لكنه لم يحظى بالإضاءة الإعلامية التي حظي بها فهد العسكر لأسباب سياسية، بسبب انطباعات فهد العسكر الثائرة والغير راضية والساخطة على الوضع الاجتماعي. ومثل هذا الخطاب يجد رواج في الأجواء السياسية التي تكون فيها مناكفات بين حزب معارض وحزب موالي. تكلم كذلك عن أعظم قصائده عندما سأل ما هي أقرب قصائدك، قال قصيدتي التي نشرتها في مجلة البعثة. هو رحمة الله عليه أخطأ، قال عام 1947، لكن اللي راجع أرشيف مجلة البعثة الكويتية يجدها نشرت عام 1946. قصيدتها اللي يقول مال السيوفي تأنوا في الأغمادي. ويذكر لي الدكتور وزير الإعلام السابق أنس الرشيد بأن زاره آخر أيامه في مرض موته، فيقول كان المرض منهك حيل، فقلت له يا عمي أنا ما أعرفك على المستوى الشخصي، لكن جابني عليك أبياتك العذبة وقصيدتك العظيمة مال السيوفي تأنوا في الأغماد. يقول فكأني بعثت فيها الروح مرة أخرى، ويعني عادت فيها الحياة. ولا عجب أن ينتشي ويؤخذ هذه الأخذة الطربية، فالكريم كما قال معاوية أن الكريم طروب، ويقول الزمخشري معناه أن الكريم صاحب أحاسيس مرهفة فيؤخذ ويؤسر بالجمال، على خلاف اللئيم بليد المشاعر. والزهاوي يقول إذا الشعر لم يهززك عند سماعه فليس حري أن يقال له شعر. وهذه القصيدة كانت من أحب القصائد إليه، عندما سئل قال هذه أحب القصائد وبها عرفني الناس. نشرها عام 1946 في مجلة البعثة عندما كان عمره 20 عام. يقول مال السيوف تأنوا في الأغماد، ظمأ إلى مهج العدات صوادي، والخافقات من البنود تعفرت، ولطالما خافقت على الأجناد. لا خالد في القوم يغزو ظافرا بالصيد من مضر، ولا ابن زياد الفاتحون هوت عروش فخارهم، وعدت عليهم للزمان عوادي. قد قلت أرثيهم وأندب مجدهم، وقدحت بين القادحين زنادي. ماتت سواعدهم وناري حية، شتان من إيقادهم إيقادي. أنا شاعر الوادي علي لأهله عهد الوفاء على مدى الآباد، لكن قومي إن ركبت بسبقة شهروا صوارمهم لعقر جوادي. أهوى الكويت وإن جفاني أهلها، فالقوم قومي والبلاد بلادي.